السلام عليكم، أنا أوسكار. كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله تكونون بخير. آسف شباب على القطعة، صار لي كثير قاطع، لكن شباب أوعدكم شباب إني أحاول أستمر والله العظيم. مثل ما قريتوا بعنوان المقطع، اليوم يا أخوان قصص ومواقف مرعبة صارت إلي. أنا شباب في كثير أشياء والله تصير غريبة وتخوف بحياتي، فأحفظها وأخليها بذاكرتي وبعدين أقولها لكم. فصراحة شباب هذا الفيديو يعني جدا غريب ويخوف بالنسبة لي جدا شباب، بدون مزح والله العظيم يخوف. وفي اشياء صارت الي لحد الان ما اعرف اي تفسير الها. فقبل لا نبدا جيب لك كوب شاي بعد الفطور. انا راح انشر الفيديو هذا بعد الفطور، فما ادري. جيب لك كوب شاي، جيب لك شيء تاكله، وان شاء الله انه نستمتع بالفيديو، مع انه ما اتوقع صراحه انه يخوف. الموقف الاول بعنوان ارعب صوت سمعته بحياتي. قبل اسبوع تقريبا شباب صار شيء جدا غريب ما لقيت له اي تفسير ومخوفني من ذاك الوقت لحد الان. المشكله شباب انه صار برمضان، هذا الشهر ما يصير بيه هاي الاشياء. شلون صار وياي ما ادري. شباب تخيلوا وياي انه انا شباب قعدت الساعة بالوحدة بالليل من اجل اني اتسحر وامسك واصلي الفجر وانام. تمام. تعرفون شباب صلاة الفجر برمضان يعني بيها حسنات جدا هواي، فدائما اقعد الفجر اصلي واتسحر وارجع انام دائما صراحة. فشباب حسيت بشي غريب بالصلاة، حسيت وقت ما اتسحر شي غريب، اليوم كله غريب. وصار شي بنهاية اليوم قبل لا انام هو اللي بعنوان ارعب صوت صار بحياتي او سمعته بحياتي حرفيا. والله العظيم ما ابالغ شباب ولا اكذب، لكن هذا الصوت اللي سمعته خلاني ارجف. والله العظيم صرت ارجف لانه انا اخاف من الامور اللي ما اشوفها. شوفوا شباب، اول شيء خلونا نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ونكمل الان الفيديو. لاني اصور شباب الساعه 7 الصبح. ليش تصور احمد 7 الصبح؟ ما ادري ليش للان باقي قاعد، ما ادري، المفروض انام بس احب العذاب. فشباب بعد ما تسحرت وصليت كملت كل اموري، قلت احمد يلا ارجع نام، افضل من ما اني ابقى قاعد ويضيع وقتي وما اعرف شيء، يعني ما عندي اي شيء اسويه، فخليني انام افضل. رحت شباب على الفراش، حطيت راسي على المخدة، وهنا صار شيء ما اقدر انساه طول حياتي حرفيا. الصوت اللي سمعته هو شباب شخير، شخير شباب، شخير. شوفوا الموضوع ما ادري، ما له اي تفسير، يعني حتى ما اقدر اكذب بالموضوع، ما ادري يعني هو شنو، ما اقدر اقول لكم ليش صار، ما اعرف، يعني ما اعرف اي شيء. الصوت اللي سمعته شباب والله العظيم سمعته شباب بجانب اذني، يعني وقت ما حطيت راسي على المخدة سمعته. اقسم بالله فزيت فزة شباب، قلبي وقف حرفيا، قلبي وقف والله العظيم. فشباب لو عندكم اي تفسير، طبعا قريت المعوذات، رحت قليت الكلام لاهلي، يعني قلت لهم اللي صار لي. اهلي قالوا لي احمد اكيد يتهيأ لك، اقرا قرآن قبل لا تنام. قريت قرآن شباب ورجعت نمت والحمد لله الامور تمام. لكن الان خلى الموقف مرعب اكثر عندي، اللي خلاه مرعب اكثر هو انه صار لي نفس هذا الموقف شباب تقريبا قبل سنة سنتين، والله العظيم نفس هذا الموقف حرفيا، يعني نفسه بالضبط، لكن هالمرة برمضان واقوى شباب. ما ادري ايش اقول صراحة، يعني تو ماتش والله، زيادة عن اللزوم. هذا اللي يصير غريب، خفت والله، خفت شباب والله العظيم، شيء يخوف والله العظيم شباب. او ماي جاد. الموقف الثاني شباب هذا يجلط حرفيا، هذا غريب، هذا فعلا غريب شباب، يعني ما ادري وما اعرف شنو اقول ولا اعرف كيف افسر لكم الموقف. المايك بدا يتحرك وحده، انا عايز خوف. طبعا كانت في سهرة عائلية نسهر كل احنا شباب، يعني نشوف فيلم رعب، هذا الكلام قبل رمضان، نشوف فيلم رعب وندخل جو مع العائلة وضحك واكشن ودراما واكل وونس، يعني ترى نظام العائلات شباب، فطبيعي يعني. جبت فيلم انا شباب، جبته عائلي، هو عائلي يعتبر، والله ما ادري، بس ما بي لقطات مخلة بالاداب، كان فقط يخوف، ما اتذكر والله لو كان بي، لكن المهم انه شفناه من موقع نظيف، يعني موقع يقص اللقطات على ما اعتقد. الفيلم شباب اسمه انسيديوس 2010 على ما اعتقد. اوه ماي جاد، انسيديوس انسايدس 2000. انا راح القى لكم صورته واحطها تمام. طب اوكي فيلم رعب، معقوله تخاف من فيلم رعب؟ لا شباب انا ما اخاف من هاي الامور، لكن صار شيء غريب. شاهدنا الفيلم شباب انا والعائله، خلص الفيلم، لكن بنص الفيلم صارت او طلعت اغنيه غريبه خلت يعني الوضع غريب بالنسبه إلي، مو بالنسبه لعائلتي. عائلتي عادي عندهم الموضوع، ما يعني ما يخافوا، ما يفكرون داخل خارج الصندوق. انا افكر وتصير لي اشياء غريبه، ليش ما ادري. شباب
صار مشهد غريب شباب، طلعت اغنية مرعبة بالفيلم. انا راح اطلع لكم صاحب الاغنية اللي هو هذا شباب. هذا المغني وهاي الاغنية شباب طلعت بنص الفيلم تقريبا. وقت ما سمعتها شباب صوت المغني، الالحان، شي غريب خلاني بعد الفيلم شباب الاغنية ما تطلع من بالي. يا مسلم اريد انام، اريد ارتاح. الاغنية شباب احمد كرنج، لا تعيدها بعد شباب. اقسم بآيات الله ما قدرت انام، الاغنية ببالي تشتغل وكأنه بيها شيء غريب. المصيبة مو هنا، المصيبة انه قريت عن الاغنية وعن صاحب الاغنية، واكتشفت شباب انه صاحب الاغنية توفى بلقاء وهو يغني الاغنية. يعني بالله عليكم شباب، اللي اقوله الان يدخل العقل، اللي اقوله الان بالله عليكم والله شباب يدخل العقل، والله العظيم ما يصدق. احس الناس ما راح تصدقني لانه اللي اقوله غريب، اللي اقوله ما يتصدق والله العظيم. شنو فيلم يدخل بعقلي وتظل اغنية الفيلم تشتغل؟ والله شباب ما قدرت انام، اقسم بالله ما اقدر انام شباب، لان الموضوع جدا غريب. يعني تخيل شاب كبير بالعمر، يعني واعي، ما اخاف ما اتوتر، فجأة ترجع وكأنك طفل تخاف من هاي الاشياء. اقسم بآيات الله انها توتر، والله توتر شباب. حتى صرت ما اعرف اتصرف، يعني حرفيا اسولف ويا الوالده الاغنيه ببالي، ويا الوالد الاغنيه ببالي، اشرب شاي الاغنيه ببالي. يومين تقريبا يلا تخطيت الموضوع. فما اعرف صراحه اهنئ المخرج على الاغنيه ولا اسكت. ما شو هو الفيلم رهيب، الفيلم فعلا يخوف، فانصحك تشوفه. يعني لو حاب انك تشوفه تشوفه، بس لا تشوف وياك يعني اطفال، يعني 9 سنوات وتحت لا يشوفوه. لا يعني رعب، يعني ما الطفل يخاف، تعرف يعني فهمني يعني. بس شباب وصلنا نهاية المقطع. اعرف انه فقط موقفيا، لكن شباب عندي تصوير مقطع ثاني فاريد استعجل بسرعة. شكرا اذا تابعتوا المقطع كله، اتمنى لكم يوم سعيد. الله يستر شباب، والله اني خايف ومتوتر لا يطلع لي الشخير مرة ثانية. احبكم جدا، هذه بوسة مني لكم، سلام عليكم.